السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية إليكم جميعا أيها الأساتذة والأستاذات المتدربين والمتدربات. أنا اسمي زكريا، أدرس بالصف السادس ابتدائي. بغيت نقول في هذا الفيديو هذا يعني المعركة اللي كيخوضوها الأساتذة والأستاذات المتدربين والمتدربات ضد إسقاط المرسومين المشؤومين. المرسوم الأول اللي كيتمثل في فصل التكوين عن التوظيف، والمرسوم التالي اللي كيتمثل في تقديم المنحة للأستاذ المتدرب إلى أكثر من النصف. بغيت نقول كذلك أن هذه القضية مشروعة وعادلة، بالإضافة إلى هدفها إسقاط المرسومين المشؤومين في العمق ديالها عند هدف آخر، وهو إنقاذ المدارس العمومية من الخوصصة. تقول الوزارة الوصية والحكومة أن سبب إصدار هذين المرسومين هو الجودة. هنا مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها بنفسها. السؤال الأول: ما علاقة الجودة بفصل التكوين عن التوظيف؟ ملي تيجي واحد الانسان تيدوز انتقاء واعي الكتابي والشفوي وتيدوز عام ديال السطاج فيه امتحان تخرج بحث تدخلي، في الاخر تجي تقول لي راه عندك واحد المباراه واحده اخرى اللي هي امتحان ديال التوظيف. كيفاش بغيتي هذا الاستاذ هذا يطور راسو باش يكون استاذ في المستوى، بينما التركيز ديالو منصب كيفاش غادي يدوز هذاك الامتحان ديال التوظيف؟ وبالتالي هذا المرسوم لا علاقه له بالجوده. السؤال الثاني: ما علاقة الجودة بتقسيم المنحة إلى أكثر من النصف للأستاذ المتدرب؟ كيفاش بغيت هذا الأستاذ المتدرب ب24,000 ريال ياكل بها ويشرب بها ويتنقل بها ويشري بها كتب ويكري بها، وبالتالي تيمشي ليه التركيز ديالو هي في الناحية المادية، وبالتالي هذا المرسوم كذلك لا علاقة له بالجودة. ثالثا: بغيتي تخرج غير 7000 أستاذ متدرب، بينما الخصاص أكثر من 14,000 أستاذ على أقل تقدير. وهناك أقسام فيهم 50 تلميذ، 60 حتى 70 تلميذ. ولا بغيتو الجودة كتكمن في أنكم تبنيو مدارس عمومية، تبنيو أقسام، تبنيو فضاءات اللي يدار فيهم ورشات رسم ورشات مسرح. في المناطق النائية ما فيهم حتى أساتذة اللي يقريوهم وليداتهم لحد الساعة. فهاد المسائل هادي كلها تنخرجوا بواحد النتيجة. الناس اللي تيقولوا أن سبب إصدار هذه المرسومين هو الجودة، يا أيها المسؤولون أرجوكم احترموا عقولنا واحترموا ذكاءنا. راه ملي تقولوا أن سبب إصدار هذه المرسومين هو الجودة، فأعتقد أن هذه نكتة العام مع كامل الاحترام. والسلام عليكم ورحمة الله.